رافعات جبارة ترفع هياكل عملاقة ومدرجات تشيد أمام ناظريك وتقنية عشب هجين تفتح آفاقا جديدة. استعدوا لاكتشاف كل تفاصيل مشروع الملعب الأولمبي بالرباط من الداخل خطوة بخطوة. مرحبا بكم في قناتكم. في هذا الفيديو نصحبكم في جولة ميدانية داخل الورش المتقدمة لأشغال الملعب الأولمبي بالرباط، حيث نرصد مراحل تنفيذ واحدة من أضخم وأهم المشاريع الرياضية في المغرب. سنرافقكم لمشاهدة عملية تركيب السقف المعدني الضخم، صب المدرجات الخرسانية، تجهيز المضمار المطاطي، وزرع أرضية العشب الهجين المتطورة. إن كنتم من عشاق الرياضة أو المهتمين بالهندسة والعمارة فهذا الفيديو لكم. نبدأ من العنصر الأبرز، السقف الفولاذي العملاق، والذي يتكون من أكثر من 1200 طن من الفولاذ المتين. تنقل القطع إلى أعلى بواسطة رافعات ثقيلة، وتركب بعناية فائقة عبر نظام محاذاة يعتمد على الليزر ثلاثي الأبعاد، مما يضمن دقة متناهية في التثبيت. تتعاون فرق المساحين والمهندسين لضبط كل قطعة بدقة وسط احترام صارم لقواعد السلامة، خاصة وأن الأشغال تتم على ارتفاعات تتجاوز 30 مترا. ثم نمر إلى المدرجات الخرسانية، والتي تنجز على مراحل متتالية لضمان توزيع الأحمال بشكل مثالي. تصب الخرسانة وتهتز ميكانيكيا لإزالة الفقاعات الهوائية، ثم تركب المقاعد المصنوعة من مواد عالية المقاومة لأشعة الشمس والعوامل المناخية. التصميم يأخذ بعين الاعتبار راحة الجمهور، مع تخصيص مقاعد لكبار الشخصيات وترقيم مدروس لكل قطاع. بعدها نصل إلى المضمار المطاطي الذي يبنى على قاعدة إسفلتية ملساء. يتم رسم المسارات بدقة، ثم يفرش المضمار بطبقة من الحبيبات المطاطية المرنة التي يتم دمجها بأسلوب احترافي يمنح الرياضيين أفضل أداء وراحة خلال التمارين والمنافسات. وقد حصل المضمار على اعتماد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF، ما يجعله مؤهلا لتنظيم البطولات العالمية. نصل الآن إلى العنصر الأكثر تطورا، العشب الهجين. قبل زرعه تهيأ الأرضية بطبقات محسوبة من الرمل والحصى لتسهيل تصريف المياه. بعدها تغرس ألياف اصطناعية قوية وسط التربة، مشكلة شبكة متينة تدعم جذور العشب الطبيعي الذي يزرع لاحقا بالبذور أو الشتلات. النتيجة: أرضية تجمع بين جمال الطبيعة وقوة الصناعة، وتقلل تكاليف الصيانة بنسبة كبيرة. وحسب المعطيات الرسمية من المنتظر أن يفتتح الملعب في يونيو المقبل عبر حفل كبير يضم نجوم الرياضة والفن، ليصبح بعدها وجهة رئيسية لاستضافة التظاهرات الرياضية الدولية والفعاليات الثقافية الكبرى. وبهذا نكون قد استعرضنا معكم مشوار بناء الملعب الأولمبي بالرباط، من تركيب السقف الفولاذي إلى الأرضية الهجينة عالية التقنية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك، وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. وأخبرونا في التعليقات، ما هو الجزء الذي أثار إعجابكم أكثر في هذا المشروع الضخم؟